تدافع عن البلاد وتدافع عن العباد وتسعى لمشروع جديد وجزائر جديدة، بالنسبة له أنت من الخوارج وأنت إرهابي وأنت غير شرعي. إذا واحد اللي يعتبرك أنت في 2023 غير شرعي وخوارج وإرهابي، كيفاش تقول نجمع معاه ونناقش معاه مستقبل الجزائر؟ كيف أناقش مستقبل الجزائر مع إرهابي لا يؤمن بعفى الله عما سلف، لا يؤمن بعفى الله عما سلف، لأن الدولة طبقت نظرية عفى الله عما سلف من خلال المصالحة الوطنية. الدولة في المصالحة الوطنية قال نمحيو كلش، نمسحوا كلش، وما زيش نهضروا في الموضوع هذايا. يعني بالحاج 2023 ما زال يتكلم على الانقلاب وما زال يتكلم على القيادة العسكرية أنها قيادة غير شرعية وأنهم إرهابيين وأنهم من الخوارج. بصراحة موضوع في غاية الخطورة. على هذا الأساس اللي أنا نقول أنه تقوية الجبهة الداخلية وتنظيف الساحة من الشوائب، تنظيف الساحة من الإرهابيين ومشاريع الإرهابيين، لأنه هذا القرود هذو تاع البديسية النوفمبرية وقش بختة وهذا الهيشر وهذه القطط هذو مشاريع إرهابيين. نعم، هذا مشروع إرهابيين متأثرين بفكر 92 يحنون لتصفية الحسابات والانتقام، وبالتالي ما تقدرش تربي هذا الفروخة، هذا العقارب الصغار ما تقدرش تربيهم مع الحمام، ما تقدرش تربي العقارب هذو وهذا الفاعي الصغار اللي مازالهم شوية عينيهم مغمضين، هذا الفاعي هذو الصغار ما تقدرش تربيهم، لأنه هذو الفاعي يكبروا يولوا علي بالحاج، وكي يولوا علي بالحاج يقول لك بليش نقريحة إرهابي وقتال من الخوارج. كيفاش تحوس لنا نجمع مع واحد اللي يعتبر قائد الجيش إرهابي ومن الخوارج ويجب محاسبته ويجب القضاء عليه؟ كيفاش تحبني نجمع مع واحد اللي يرفع دعوى قضائية ضد وزير الدفاع وليس شخص، ضد منصب وزير الدفاع، ويخرج في قناة الحوار ويخرج في قناة المغاربية ويخرج في قنوات يقول لك هدفنا ليس وزير الدفاع السابق، لا، هدفنا كل القيادات السياسية والعسكرية التي ساهمت في توقيف المسار الانتخابي 1992. يعني مشروعهم الأساسي هؤلاء الإرهابيين سواء علي بالحاج أو الثعبان الأقرع أو دهينة أو مسلي أو أنور هدام أو غيره هذا اللي راهم في الخارج وفي الداخل، هدفهم ومشروعهم الأساسي هو الانتقام وليس بناء جزائر جديدة على أنقاذ الماضي بعيوبه بسلبياته بإيجابيته ننساه. احنا هذا هو هدفنا هو بناء جزائر جديدة